الحصة وطن، أرضه خط أحمر وشعبه عصي على من تجبر، والمناعة الحقيقية تكمن في التشبع بقيمه وموروثاته وأخلاقه. عيالي هاي هرب أشوف العدو عرد وخلى الأثر وراه، وبتن مهمتنا نزيل الأثر ونسوي سواتنا، ندبر ونعمر وترفش الغبين حار. وطننا أحبك ملاذ وناسك عزاز، أحبك حقيقة وأحبك مجاز، أحبك بتضحك وأحبك عبوس، بعزة جبالك ترك الشموس، وما بين ظلالك أفتش وكوس، أفتش طفولتي وملامح صباي. بقرة حاحة النطاحة قالت تابت واستغفرت وطالب العفو. شنقولكم همسة للرعاة. بعد الحالة دي تعود مرحاتكم للمراعي وتنعموا بألبانا وأجبانا. طوبى لكم أهل السعية. همسة للطلاب. نباهتكم حضعوض كل الفاتكم وعاقلكم متاح لاستيعاب كل الدروس. أبشروا. الوطن العزيز منو اللي بيقول بدنيه؟ ما دام الجموع ناهضة شان تبنيه، لو نهضوا الجبابرة وقالوا يلووا إيديه، كالضابين يمين بالمهج نفديه. رياضة لا تزال فرقنا القومية ونادي الهلال في الملاعب القارية. مقاطع شلت من النيل صباه ومن جمال النيل بهاه، من مناظر الثغر صفحة ومن رهيد البرد لوحة، من نخيل الباوقة طرحة. الطبيعة حند عليك خلدت بصمات فيك، وليك غرد كل شادي يا بلادي. للعائدين إلى الديار نقول الشفقة مع حبابة. معاكم أولاد الحلة اتلموا مع جيران، عاينوا قدامكم قبال تخطوا أقدامكم. خدتوا في بالكم الاستعانة بالأجهزة الأمنية والمختصة، اتعاملوا بالعقل وليس بالعاطفة. تسلموا. كسرة الخبز في أكناف عافية ألذ طعما من السلوى مع السقم. من عامل الناس بالإحسان يملكهم، إن النفوس لتهوى كل محترم. ومن هنا نبدأ تأكيد الولاء للوطن والانتماء وتعزيز الهوية. يا حافر حفرة السوء وسع مراقدك فيها، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. شكرا للمتابعة. كان حيين بنتلاقى تحت ظل شجرة النصر ومهنبري بنطالق وندخل مرحلة البناء والتعمير والنهضة. الإعداد إبراهيم البزعي، التقديم سارة محمد عبد الله.